اهلا وسهلا. اتعلمنا الحقيقه ان الواحد لازم يكون عنده اهداف في حياته، وان الواحد كل ما يركز في اهدافه كل ما هو يقدر يحققها، وان اهم حاجه في حياتك يكون عندك اهداف. المقوله دي مش غلط، بس المقوله دي ناقصها حاجه ممكن تكون اهم من الاهداف نفسها. ايه هي بقى الحاجه دي؟ هي السيستمز او الروتين. قلت لكم الفيديو اللي فات ان انا بقرا دلوقتي في كتاب اتوميك هابتس، والحقيقه عمال بتعلم منه حاجات كتيره قوي. الاوثر بتاعه اسمه جيمس كلير، والكتاب ده از وورث ان هو يتقري فعلا يعني. فمن ضمن الكوتس اللي هو بيركز عليها في الكتاب بيقول you do not rise to the level of your goals but you fall to the level of your systems. انت في حياتك مش بتطلع لمستوى احلامك واهدافك، اهدافك كلمه ادق، انت بتنزل للليفل بتاعت السيستمز بتاعتك اللي انت بتطبقها. الهابتس بتاعتك والروتين بتاعك بيزيكلي هم اللي بيديكتيت انت البرفورمانس بتاعك هيكون شكله عامل ازاي. وده يؤدي لايه بقى؟ لان التركيز على السيستمز اهم بكتير من التركيز على الاهداف. الاهداف او الاستراتيجي بتديك دايركشن، لكن التركيز على السيستمز اللي هي بيزيكلي الهابتس، الديلي هابتس اللي انت بتعملها زي ما بيقولوا داي ان داي اوت، هي في الاخر اللي بتديكتيت انت هتعمل ايه في حياتك. فاكوردنجلي هو عمال بيركز بيقول لك ان بقى التركيز على الهابتس دي وبناء الهابتس دي والتخلص من الهابتس الضاره وانستيلينج او ادوبتنج هابتس جيده، هو ده ذاتس ذا جيم. الجيم مش ان انت تقول ان انا عايز اكون اقوى واحد. وضرب مثل لطيف قوي، قال لما مثلا ليتس سي المتسابقين بيخشوا 100 مترز ريس بتاع اسرع رجل في العالم في الاولمبيكس فور اكزامبل، هم كلهم هدفهم يكسبوا السبق. مفيش حد فيهم لو سالته هيقول لك لا انا عايز اطلع الاخير. هم ديفينتلي كلهم دي هاف ذا سيم جول. الفرق ما بينهم هو عاده هيكون السيستمز والهابتس اللي هم كانوا بيبنوها الفتره اللي فاتت قبل السبق، عشان يجوا يوم بقى الريزلت اند they perform ونشوف مين فيهم اللي يكسب. ف it's a very very powerful thought. You do not rise to the level of your goals but you fall to the level of your system. شكرا جزيلا ونشوفكم على خير.